لو عايزين كحك العيد ينجح معاكم من أول مرة ويطلع دايب وريحته مالية البيت، النهاردة هنعمل مع بعضينا كحك العيد المحشي بالبلبن وعين الجمل بطعم زمان بالظبط. كحك ناعم ودايب وكل قطمة فيه تحكي حكاية العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعضينا فيديو من أجمل الفيديوهات. هنرجع مع بعض لأجمل ذكريات العيد، وهنعمل كحك العيد المحشي بالملبن وعين الجمل بطريقة سهلة جدا ونتيجتها مضمونة. الكحك ده من أجمل وأشهر حلويات العيد، وريحته وهو بيستوي في الفرن بتخلي البيت كله يحس إن العيد خلاص قرب. وكمان لما نعمله في البيت بنبقى عارفين كل مكوناته ونضمن طعمه ونظافته أحسن من أي مكان. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضينا فيديو النهاردة. بسم الله. النهاردة احنا هنبدأ نعمل كحك العيد. هنعمل 2 كيلو دقيق. هنجيب طبق طبعا غويط والمنخل بتاعنا، ونجيب 2 كيلو دقيق مخبوزات كحك وبسكوت عشان يبقى درجته حلوة، او تجيبوا لو بتجيبوه سايب تجيبوا برضو دقيق مضمون، وننخلهم كويس عشان يبقى الدقيق بتاعنا حلو ومفيش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة، لازم ننخله. وانا بقى هنا حاطه السمنه بتاعتنا على النار بسيحها. السمنه البلدي اللي انا كنت مسيحاها معاكم في فيديو قبل كده، حطها على النار معايره ال2 كيلو، عامله لهم كيلو 100 جرام سمنه، يعني كيلو ومزوده عليه 100 جرام. بص بقى، حط على الدقيق بتاعنا معلقتين سمسم كده متحمصين حلوين، وذره ملح، ومعلقه بيكنج باودر، معلقه واحده بس. وقلب بقى كده الدقيق بتاعنا ده على ما السمنه بتاعتنا تسخن شويه كده وتقدح شويه. انا مش هقدحها قوي، انا مجرد هدف فيها شويه. بصوا ده كيلو و100 جرام. انزل بقى كده واحده واحده واخلي بالي عشان السمنه ما تلسعنيش. نخلي بالنا كويس من السمنه يا حبايبي، لان لسعه السمنه بتبقى وحشه قوي. بص بقى، انا نزلت كده السمنه دي 2 كيلو دقيق عليهم كيلو و100 جرام، الكيلو و100. ال100 جرام دي عشان انا عاوزاه ناعم ودايب. لو عايزينه وسط ومعقول يبقى ال2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنه بس. بس انا عشان عاوزاه ناعم وحلو هحط 100 جرام زياده على 2 كيلو، يعني كل كيلو دقيق بياخد 500 جرام سمنه. ولو عايزاه ناعم تزودي 50 جرام، يعني كل كيلو بياخد 550 جرام. ماشي يا حبايبي، يبقى كيلو الدقيق عليه 550 جرام سمنه متسيح. هقلب بقى كده السمنه بالدقيق جامد، واركنهم بقى على جنب يبردوا، لان طبعا مش هقدر احط ايدي فيها وهي سخنه كده خالص. وابدا اعمل الخميره بتاعتنا جاهزه على ما العجينه دي تبرد وابدا اشتغل فيها. انا حطيت 3 معالق سكر عشان عايزه الكحكه بتاعتنا مسكره شويه، ومعاهم باكو خميره كامل. باكو الخميره كامل نحطه كامل. باكو الخميره ده بيبقى 10 جرام. احطهم بقى كده واقلبهم كويس بالسكر. نص كوبايه ميه عليها 3 معالق سكر وباكل خميره، واركنهم جنبي بقى كده لحد ما اغطيهم لحد ما يتفاعلوا مع بعضهم، على ما اكون ظبطت العجينه بتاعتنا دي. هنظبطها ازاي يا ولاد؟ بص بقى، هنبس العجينه بتاعتنا حته حته. اهم اهم حاجه في الكحك بتاعنا ان العجينه بتاعتنا تتبس صح. البس ده اننا ندعك العجينه كويس، الدقيق بالسمنه كويس، ندعكه جامد. بصوا، مره واتنين وتلاته. دي اهم مرحله في الكحك ده، اللي بيخليه طعمه حلو وانت بتاكليه، وتخليه دايب وحلو، وتحسي ان طعم الكحكه حلوه وشاربه السمنه بتاعتها وريحتها جميله وطعمها جميل. بص، انا بمسك حته حته كده وابسها، حته عجينه بحته حته حته وابسها عشان اتاكد ان كل حته في الطبق اتبست كويس. البس ده بتاع زمان، بتاع امهاتنا واجدادنا. كانوا يقعدوا بالطشت كده الكبير ويعملوا الدقيق ويحطوا عليه السمنة ويقعدوا يبصوا فيه بالساعة والساعتين. كانوا بقى طبعا بيعملوا كميات كبيرة
اقل حاجه بالعشرة كيلو، احنا على قدنا بقى بنعمل 2 كيلو، حلوة قوي. بص بقى، انا جبت طبق فاضي، وعشان اتاكد ان انا بسيت العجينه بتاعتنا صح، واخد قطعه قطعه من العجينه وابسها انا في الطبق. اخد بايدي كتله كتله كده وابسها حته حته، عشان اتاكد ان انا بسيت العجينه صح. ما نبقاش بقى جايبين سمنه بلدي وجايبين دقيق وصارفين ومكلفين ويطلع الحاجه مش حلوه. لا، ما نضيعش تعبنا على حاجه بسيطه، لا نتعب شويه وندي العجينة بتاعتنا حقها في البس. بصوا انا باخد حتة حتة ازاي وبسها. بصوا، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى العجينة اصلا سخنة في ايدي، بس انا مستحملاها عشان اطلعها حلو. هي وهي دافية كده البس بتاعها بيبقى سهل قوي. وريحة السمنة بجد البلدي بتخلي ريحة الكحك والعجين جميلة بجد. وبعدين بقى دي حاجة من السنة للسنة. انت ما عندك السمنة بلدي، اعمليها بسمنة نباتي، بتبقى برضو جميلة وزي الفل. والله مش هتقول لا، او هتبقى زي الفل. عايزة تخلطي سمنة بلدي مع سمنة نباتي، برضو هتبقى زي الفل وجميلة. يعني بجد اهم حاجة انك تخدمي العجينة صح. بص انا هرجع في الطبق تاني بقطعة قطعة تاني وبسها تاني، شايفين؟ عشان اتأكد بقى ان بصوا كل قطعة اتبست كده، انا متأكدة 100% ان مفيش ولا حتة فلتت مني وما اتبستش خالص. والكحك بقى في البيت ده بيبقى ليه بصوا، بيبقى ليه طعم تاني خالص عن اننا نشتريه جاهز. بيبقى ليه طعم تاني بجد خالص، وبعدين بيوفر لنا كتير كمان. يعني انت لما بتشتري كيلو من بره جاهز ما بيبقاش كده، لكن انت بتعملي الكيلو ما شاء الله بيرمي معاكي كيلو 2 كيلو و2 كيلو ونص. بتقدري بقى تتحكمي في حشوات وتحشيه زي ما انت عايزه، وبتضمني وبتبقي ضامنه السمنه اللي انت حطاها سمنه نوعها ايه ونضيفه ولا لا. بتبقي بقى الحاجه معموله في بيتك قدام عينك، بتاكلي ولادك حاجه مضمونه 100%. بص بقى، انا بدعك تاني كده، انا خلصتهم بس مرتين كده بين نقلت من الطبق ده تاني ودعكتهم دعكه حلوه. بص بقى، وهبدأ بقى ألم بالعجينة بتاعتنا، عشان كده الحمد لله أنا خلصت البس بتاعنا. هقلب الخميرة وألم بالعجينة بيها، ألم العجينة مش عجن. الكحك بيتلم بس عشان ما نعملوش علق ويبقى عامل زي القرص. احنا بنلم بس كده، مش بنعجن خالص. احنا ما بنعملش عيش، احنا بنعمل كحك. يعني بنلم كده بس مجرد الخميرة، كوباية المية بالخميرة دي نلم العجينة بيها. وهنشوفها بقى هتحتاج معانا مية تاني ولا لأ. أنا مش هعمل الكحك بتاعنا المرة دي بلبن خالص، أنا هعمله بمية بس. ليه مية؟ لأن اللبن بينشف الكحكة بتاعتنا. لو احنا عايزين الكحك بتاعنا ده دايب وناعم خالص. أنا زودت نص كوباية مية، لقيتها بتشقق سنة، زودت نص كوباية بس. اللبن بقى يا حبايبي بيخلي الكحكة بتاعتنا تنشف، فاحنا عايزين ناعم ودايب. لما بنعمله بمية، المية بتدي للكحكة روح حلو، بتخلي روحها حلو وبتخليها دايبة، بتظهر السمنة فيها أكتر. لكن اللبن بينشفها. وبعدين كمان المية بتخلي الكحك يعيش معانا أكتر، عشان لو بنعمله واحنا في الصيف ولا حاجة يعيش معانا شهر و2. احنا دلوقتي الجو جميل وباقي يعني شتا، فهيعيش معانا كده كده. بص بقى، انا لميت العجينه بنص كوبايه الميه التانية، وما شاء الله العجينه في ايدي زي الفل، ناعمه وجميله بجد وزي العسل كده. بص بقى، انا بحاول اكور حته كده واشوفها اختبرها. بسم الله ما شاء الله. نتك عليها كده ما شاء الله، لا بتفلق ولا اكرارها اي حاجه. ما شاء الله بجد جميله. هركن بقى الكحك بتاعنا كده على جنب واغطيه، وابدا بقى اعمل الحشو بتاعنا الجميل. هنحشيه ايه النهارده؟ هنحشي الكحك بتاعنا ملبن.
بصوا الملبن انا جايبه كيلو ملبن، هقطعه كده واوريه لكم. وهنحشي ونحط على الملبن بتاعنا ربع كوبايه سمنه من السمنه اللي انا كنت مزيحاها. وهنحشي الكحك بتاعنا النهارده بعين الجمل. يبقى هنحشي الكحك بتاعنا بالملبن وعين الجمل. والعين الجمل دي من اجمل الحشوات للكحك، بتخلي الكحك بجد. عين الجمل بيخلي طعم الكحك غني جدا، وقوامه مقرمش وخفيف جوه. بيبقى جوه الكحكايه كده خفيفه وجميله. لما بتحطش عين الجمل مع البلبن بيعملوا مع بعض طعم تحفه. وكمان عين الجمل من المكسرات المفيده جدا، ان فيها دهون صحيه وطاقه حلوه لجسمنا وجسم ولادنا. وبيخلي الكحك طعمه بجد جميل وقيم كده، بتحس انك بتاكلي الكحكة شكلها حلو وقيمة. يبقى من افخم انواع الكحك اللي بالعين الملبن وعين الجمل. بص بقى، انا بكسر عين الجمل. ما ينفعش طبعا احط عين الجمل وهو كبير كده، لا انا بكسر الواحدة كده 3 4 حتت كده. اكسرها بحيث القطعة تتحط على قد الكحكية. ممكن بقى يا حبايبي لو عايزين تحشوا بدل عين الجمل بندق، هي مش هيقول لا، هيبقى جميل. ممكن لو ما فيش كده وفي سوداني، نحمص شوية سوداني ونحطهم مع شوية سمسم برضو بيبقى جميل، أو حبة جوزة هند. بس أنا اكتفيت النهاردة بقى بعين الجمل. أنا عين الجمل مع البنبن بيدي للكحكة طعم مميز كده وجميل. أعجنهم بقى كويس قوي. أعجن بقى الملبن كده شوية لحد ما يبقى طري وسهل في التشكيل. تانيين أعجن كده الملبن بعين الجمل. كل ما تعجنيه بيضطر ويبقى جميل، وتقدري بقى تكوريه كده كور صغيرة على قد الكحكاية. تاخدي كده حتة ملبنية واحدة، حتة كده ملبنية صغيرة مع حتة عين جمل. الحشوة دي بقى بتخلي الكحك بتاعنا جميل بجد، طعمه مميز وجميل. بصوا عمالة أعجن فيه كده عشان يبقى طري وحلو. والسمنة طبعا ما بتخلوش يلزق خالص. شوية السمنة، ربع كوباية السمنة اللي أنا حطيتهم عليها ده بيخلوها طرية وجميلة الملبنية، وما تنشفش جوه الكحكة، تبقى طرية ودايبة خالص كده في الكحكاية. بس بقى بسم الله ما شاء الله. بص بقى، انا هبدأ بقى اخد قطعة عجين صغيرة كده، وافردها واحط فيها الملبنية واقفل عليها. نقفل عليها كده بالراحة، ونبرمها تاني كده، واشكل بقى كده بالبصمة بتاعتنا. انا هعمل الكحك النهاردة بتاعنا كله بالبصمة. سهلة وجميلة ومريحة، وبتدي للكحك شكل جميل ورقيقة كده. بتبقى الكحكية بتاعتنا رقيقة وجميلة، تيجي تاكلها كده بتبقى جميلة بجد. وسهلة انك تحطي عليها السكر بيمسك فيها جامد على فكرة خالص لما بتبقي عاملاه بالبصمة حلو. بص هبطط بقى معاكم كمان واحدة كده، واحط فيها قطعة الملبنية. شفت قطعة الملبن صغيرة قد ايه اللي انا عاملاها، عشان ما تخرجش من الملبن من الكحك وهو بيستوي وتنشف الكحكة بتاعتنا. يعني ناخد بالنا كويس واحنا بنحط الملبن جوه الكحكة. يبقى الملبن قطعة صغيرة، هتكبري في الملبن تكبري الكحكاية. فأنا بحاول على قد ما أقدر أصغر الكحكة، فعشان كده عاملة الملبن قطع صغيرة. نبدأ بقى نشكل كده كحك ونحشيه بالحشوة الجميلة بتاعتنا. شايفين بقى الحشوة بتاعتنا جميلة بجد. أهم حاجة واحنا بنحشيه نحط كمية الحشوة في النص بالظبط، ونحطها مظبوطة كده عشان الكحكاية تطلع مليانة. أول ما تيجي تقطمي منها قطمة، الملبن يبقى ماشي في الكحكاية كلها كده وجميل، يبقى دايب فيها كلها. ميبقاش متجمع في جنب واحد من الكحكة، لا يبقى في النص الكحكاية. شايفين قد ايه التشكيل سهل وبسيط ازاي؟ ومع شوية صبر واحنا شغالين هيطلع معانا الكحك زي بتاع المحلات وأحلى كمان. بصوا أفرد الكحكاية وأحط فيها حتة قطعة الملبن، وأبدأ أقفل عليها تاني بالبصامة كده. بصوا بودي البصامة يمين وشمال كده عشان البصمة تثبت أوي. وأعمل كده أحطها في الصينية بتاعتنا، وأحاول
وانا بحطها اسيب مسافات لان الكحك بتاعنا عليه خميرة، فهيضطر انه يفرد شوية معايا ان ما يلزقش بقى في بعضه ويبقى مش حلو. فتسيبي بين كل كحكاية وكحكاية مسافة حلوة كده. اجمل حاجة بقى في الكحك البيتي ده اننا بنعمله بايدينا وبنحط فيه حبنا كله لأهل بيتنا. يعني كل كحكاية بنعملها بنبقى عارفين إن ولادنا اللي هياكلوها حبايبنا، فلازم نعمله بحب كده. بيبقى بجد بنحط فيه حبنا كله والله العظيم. الكحك ده بالذات انك وانت بتعمليه بتبقي عايزه تفرحي كل اللي ياكل منه، يبقى يفرح هو بيدوق الكحك بتاعك كده ويقول عليه الله ما شاء الله جميل. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي لكل اللي ياكل منه يا رب. وجربوه بنفس الطريقه دي وصدقوني هيعجبكم قوي. الطريقه دي بجد انا معتمداها من سنين ومتعلماها بقى من أجدادنا. البس بتاعنا والملبن، طريقة الملبن دي بس كانوا زمان بقى بيحشوها لنا بالسوداني وحبة سمسم كده، كان بيبقى زي الفل برضه والله. دلوقتي بقى الدنيا اتطورت، بنحشي دلوقتي بعين الجمل، نحشي بالبندق، نحشي بحشوات تانية عجمية على حسب. شايفين بقى شكل الكحك بتاعنا جميل ازاي؟ والرصة بتاعتنا مرصوص رصة جميلة بجد، جميل جميل. بص بقى انا خلصت بقى الكميه كلها عشان ما طبعا ما زهقكوش معايا وتزهقوا مني. انا قعدت خلصت بقيت الكميه كلها لوحدي كده مع نفسي. شايفين الجمال؟ شايفين الكحك بتاعنا عامل ازاي ما شاء الله؟ والاتنين كيلو بسم الله ما شاء الله عملوا لي كميه كبيره بجد. شايفين ما شاء الله بجد الاتنين كيلو عملوا لي 4 صاجات حلوين. بصوا ده الصاج الرابع ما شاء الله جميل، زي ما كملش الرابع قوي يعني، بس ما شاء الله الصاج كبير ما شاء الله. ده احنا لو هنشتريه بقى والله ما هيقل عن 3 4 كيلو كحك. وكفايه بقى الطعم بتاعنا طبعا جميل ومميز كده. كده بقى الكحك بتاعنا جاهز على السوا. الكحك المحشي بالملبن واني الجمل بتاعنا كده جاهز ناعم ودايب وجاهز كده على السوا. انا قدت الفرن بقى على درجه حراره 180 وسايباه يسخن، وهبدأ بقى احط الصواني في الفرن. شايفين الحجم بتاعنا جميل ازاي والشكل جميل ازاي؟ بجد جميل وزي الفل. بسم الله ما شاء الله كحك زي الفل بجد. هبدأ بقى ادخل كده السلطات بتاعتي في الفرن، بس انا بحاول اظبط لو في حاجه مزنوقه جنب بعضها بحاول اوسعها عشان ما تبقاش لازقه جنب بعضها كده مش مظبوطه. بجد والله ريحه العجين مخليه الشقه كلها والبيت كله جميل. والله كل اللي يدخل يقول لي يعني انت بتعملي ايه يا ماما، بتعملي ايه مخبوزات يا ماما؟ بجد والله الريحه جميله. وهو بقى لسه هيستوي بقى كمان هيقلب الدنيا خالص. بص بقى انا طلعته. شايفين الجمال؟ شايفين الكحك الجميل والسوا بتاعه جميل ازاي يا ولاد؟ بجد السوا بتاعنا جميل جميل جميل. بص اللون بتاعنا الكحك ما يتحمرش قوي، بس في بقى بص ملبن كده خرج بره الكحكه انه كان قطعه الملبن كبيره شويه. ولا مش عايزه اقول، انا مش عايزه اقول لكم ريحه الكحك عملت ايه في البيت كله وهو بيستوي. والله قلب البيت كله وريحه السمنه البلدي مخليه البيت كله ريحته جميله. بصوا الكحكايه بتاعتنا دايبه وناعمه وجميله ازاي؟ شايفين الكحكه ناعمه خالص ودايبه وجميله بجد، وطعمها وريحتها بجد يجننوا. والله العظيم الطعم والريحه حاجه تانية خالص. بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل. بص درجة اللون بتاعته جميلة ازاي؟ الكحكاية بتاعتنا جميلة لا فرشت ولا حاجة ازاي؟ بصوا دي اللي بالملبن. بصوا نفتح كده، انا بفتح بروح عشان ما تتهرسي مني. بصي شكل الملبن عامل ازاي؟
الملبن فارد في الكحكاية كلها جميلة، ومخلي الكحكاية من جوه شكلها متناسق كده وجميل، ومالي الكحكة من جوه. شايفين؟ جميلة. الملبن فاصل الكحكة نصين من جوه، ومالي، والحشوة بتاعته مالية الكحكة. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، ما شاء الله على الجمال بتاعنا. أحلى كحك ده والله العظيم، أحلى كحك بجد. وبكده بقى كحك العيد المحشي بالملبن وعين الجمل بتاعنا جاهز وناعم ودايب وطعمه خطير. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسلامة بمناسبة العيد يا حبايب قلبي، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب كلكم أجمعين يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلنا يا رب. وبكده بقى نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرح. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.